يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ أم مرام. بما أنه نحن بأيام شهر رمضان المبارك، إن شاء الله أيام تضل خير وبركة علينا وعليكم. حبيت أقدم لكم طريقتي بعمل المعروك، لأنه المعروك من أساسيات اللي ممكن نعملها بشهر رمضان المبارك. فتابعوا معي الفيديو بخطوات بسيطة، مكونات جدا اقتصادية ومتوفرة بالبيت. رح نعمل أطيب وأنجح معروك ممكن نقدمه، صدقًا بينافس المعروك اللي بنشتريه من السوق. فتابعوا معي الفيديو وخلينا نبدأ مع بعض. هون بزبدية كبيرة رح أضيف كاستين من الحليب، فالحليب لازم يكون دافي. من أساسيات نجاح المعروك إنه الحليب بيكون دافي. ورح أضيف كمان 6 معالق سكر. فيكن إذا تحبوا المعروك يكون حلو زيادة فيكن تحطوا 8 معالق من السكر. أنا هون السكر كتير مهم إني أضيفه لحتى يساعد على عملية تفاعل الخميرة. ورح أضيف معلقتين من الخميرة الفورية، معلقتين كبار. بعد ما أضفت هاي المكونات رح أحركها وأخفق كل المكونات مع بعضها. وهون بعد ما خفقت كل المكونات رح أخلي الخليط يرتاح لمدة 5 دقايق. وبس تفاعلت معي الخميرة رح أضيف بيضتين بحرارة الغرفة، ما بيكونوا باردين، بخفقهم مع بعض. ورح أضيف كاسة مليانة من الزبدة. أنا ذوبت الزبدة وكمان لازم تكون دافية. رح أخلط كل المكونات منيح، وبعد هيك رح أضيف الطحين. وهون رح أضيف 6 كاسات طحين، بس أنا رح أضيفهم على مراحل. بحط كل كاسة بخفقها وبحط الكاسة اللي بعدها. أنا استخدمت هون طحين متعدد الاستعمالات، أو أي طحين متواجد عندكم بالبيت. وهيك مثل ما لكم شايفين رح استمر أضيف الطحين وأخفق لحد ما يسمك معي القوام. وهون بعد ما سمك مع القوام رح أحط الدفعة الثانية من الطحين. أنا أضفت أول مرحلة 3 كاسات، وهلأ رح أضيف 3 كاسات تانيين. وبعد هيك رح أحط معلقة كبيرة من المحلب، بيعطيني طعم وإضافة كتير طيبة. وكمان رشة من الملح، رشة صغيرة. وهون رح أخلط الطحين مع السوائل، وبس غبى معي الطحين كل السوائل رح أبدأ أعجن العجينة بإيدي. ومن الضروري وكتير مهم إني أدهن إيدي بالزيت لحتى يساعدني على العجن وما يلزق العجين بإيدي. وهيك مثل ما لكم شايفين بستمر أعجن لحد ما تصير عندي العجينة كتير ناعمة وطرية. أنا عجنت العجينة لمدة 5 دقايق ووصلت لهاي النتيجة. وبزبدية داهنتها زيت راح أحط العجينة وأتركها ترتاح لمدة ساعة. ومن الضروري إني أغطي العجينة بأي منشف نظيفة عندي وأتركها ترتاح. وهيك بعد ما مضي ساعة ضاعف معي حجم العجينة ووصلت لهاي النتيجة ما شاء الله، كتير نافشة معي ومتضاعف حجمها. وبعد هيك رح أضغط شوي وألم العجينة لحتى يطلع الهواء منها. أنا ما أحتاج إني أعجن العجينة، بس إني ألمها وأفضيها. وهلأ رح أبدأ أشتغل فيها. وهون بدي أقطع العجينة وأقسمها وأكورها. راح أكورها بهذا الشكل. طبعا أنا بالة إيديني بالزيت مثل ما قلت لكم، من كتير من الضروري إنه نبل إيدينا بالزيت لحتى ما تلزق معنا العجينة لأنها كتير طرية. وبهالشكل هذا راح أكور كل الكمية اللي عندي. أنا هون حصلت على 12 قطعة، وهلأ راح أبدأ أشتغل فيهم. وهيك بهاي الطريقة مجرد ما إني أضغط على العجينة وأفردها بإيدي ما يحتاج إني أرقها، تنفرد معي كتير منيح. وبس أخدت هذا الشكل راح أرش وشها بالسمسم وبالحبة البركة. وهيك بتكون خالصة. وكمان راح أعمل قرص تاني بهاي الطريقة مثل ما لكم شايفين. أنا المعروك اللي هلا عم بعمله سادة، ما راح أحشي قلبه شي. فيكن انتو تحطوا أي حشوة بتفضلوها بقلبه، بس أنا هون حبيت أعمله سادة. وبهالشكل هذا بستمر أفرد العجينة بإيدي وأعمله على شكل أقراص. وهيك كل ما خلصت بحطه بالصينية. أنا هون مجهزة صينية الفرن. كتير ضروري إني أحط ورق زبدة تحت المعروك، وإذا ما توفر عندي من الضروري إني أدهن الصينية بالزيت. وهيك أنا خلصت المعروك السادة، فردته وحطيته بالصينية وراح أبدأ أعمل الشكل التاني.
بهالطريقة هاي بجيب قطعة العجينة بفردها كمان، بفردها على شكل مستطيل وأحط بقلبها الحشوة. أنا فاردة الحشوة وبعملها على شكل رول وألفها. أنا هون حشيت العجينة بالتمر. كمان متل ما قلت لكم فيكن تحشوها بأي نوع انتو بتفضلوه أو أي نكهة. فيكن تحشوها بجوز الهند أو الشوكولاتة النوتيلا. وبهالطريقة هاي بضغط الأطراف وبلمها وهيك أنا عملت كل الكمية اللي عندي. هلأ هون أنا وصلت لأهم مرحلة عندي، هي التخمير بالبخار. راح أحط صواني الفرن اللي جاهزة، وهون عندي مي مغلية بحطها بأي وعاء أو بايركس وأتركها تتخمر لمدة نص ساعة. وهون بعد ما مضي نص ساعة بسم الله ما شاء الله ضاعف معي المعروك ونفشت معي الحبة. وهلأ راح أطالعه وأشغل الفرن وأتركه يسخن. وهون ما شاء الله شكل الحبة كتير مرتب ونافش. وراح أنطر الفرن لحد ما يسخن وأحط الصواني فيه. وهون بعد ما سخن الفرن عندي وشغلته على حرارة 180 من فوق ومن تحت، بحط الصينية بالفرن وأتركه يتحمر. وهون هيك متل ما لكم شايفين نفش معي، وراح أتركه كمان ياخد لون ويتشقر. أنا أول صينية أخدت معي حوالي 10 دقايق بالفرن، وكمان حطيت الصينية التانية وراح أتركها كمان تاخد لون ولحد ما تتشقر وتصير كتير طيبة وشهية. وهون بعد 10 دقايق بالفرن متل ما لكم شايفين نافشة مع المعروك وأخذ لون كتير ذهبي وطيب. وهون راح أزين المعروك بالفستق الحلبي وجوز الهند، يعطيني طعم وإضافة كتير طيبة. وهون أنا حصلت على أطيب وألذ معروك ممكن أن تعملوه بالبيت. صدقا بيدوب بالتم وكتير طيب وهش وطري. بضل معكن طري لمدة يومين أو أكتر. وشوفوا أنا عم بضغط قطعة المعروك الهشاشة والطراوة، وهيك طلعت معي النتيجة النهائية. والكمية اللي عملتها أنا عملت كمية كبيرة شوي، من 6 كاسات طحين حصلت على هاي الكمية. صدقا نتيجة كتير روعة. وهون راح أفتح معكم الحبة المعروك، شوفوا الهشاشة والطراوة وكيف نافش معي المعروك ومو معجن قلبه. فبوعدكن إذا اتبعتوا الطريقة مثل ما أنا عملته راح تحصلوا على نتيجة جدا طيبة، وراح يحبوها كل أفراد العيلة ويطلبوها منكم كل يوم. وهون أنا راح أفتح قطعة المعروك اللي حشيتها تمر كمان. شوفوا كيف طالعة، منظرها جدا بشهي وريحتها معبية البيت. وهيك مثل ما لكم شايفين نافش معي المعروك وطري واخد لون بشهي. وبعد ما قدمت لكم طريقتي بعمل المعروك وحصلت على هاي النتيجة اللي كتير طيبة ولذيذة، وصلت معكم لنهاية فيديوي لليوم. بتمنى منكم إذا عم بتحبوا المحتوى اللي عم قدمه ما تنسوا تدعموني بالاشتراك لحتى نكبر القناة مع بعض. وكمان ما تنسوا تكتبولي بالتعليقات إذا حبيتوا طريقتي بعمل المعروك. وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة، ومع السلامة.